فكنت امشي في الشغل، الناس اصلا شايفيني انا عامل، عارف انت الشيف براك اللي هو التركي ده اللي هو عامل كده على طول ده، تلاقي دايما فاتح بقه كده في الكاميرا وما بيبصش، هو انا عامل كده، انا مش عارف، انا ما ببصش في الشغل بس عامل كده. الناس مش عارفين انا بضحك على ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فريدان صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دفعه 2024 ثانويه عامه وثانويه ازهريه. ان شاء الله النهارده انا جاي اتكلم عن النتيجه وتستقبلها ازاي، تمام؟ ويعني تعمل ايه مع النتيجه يعني عموما. يعني بص، اول حاجه كده، النتيجه رزق، رزق مكتوب. اسمع كده الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. فأنت رزقك مكتوب. طب رزق مكتوب، موافق، أنا موافقك على الكلمة دي. طب مش ممكن ينقص شوية؟ لا، بص اسمع بقى الحديث التاني. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، سيدنا جبريل يعني، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، أو وفي رواية حتى تستكمل رزقها وأجلها. فأنت كده كده رزقك مكتوب. طب أنا أعمل إيه مع الرزق ده؟ اسمع بقى الحديث القدسي ده وقرر أنت بقى تعمل إيه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا. فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. طب بعد ما أركض فيها ركض الوحوش في البرية هاخد شوية حاجات زيادة يعني مثلا لو أنا جايب 80 جبت 90 مثلا، لو الدنيا جت عليا وأنا مشيت في كتير، ثم لا يكون لك منها إلا ما قد كتبته لك. بعد كده وكنت عندي مذموم. فليه يعني تكون مذموم وانت عشان خاطر النتيجة الثانوية يعني؟ طب افرض انا مثلا مش هرضى مثلا بقضاء ربنا والعياذ بالله يعني. بص اسمع بقى الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فانت لازم أن تكون مؤمن بالقدر خيره وشره. طب نتيجة الثانوية العامة، طب انا ممكن يعني معنى كده ان انا هجيب مجموع وحش؟ لا عادي. بسم الله الرحمن الرحيم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فانت مفيش حد في الدنيا يقدر يمنع عنك ان انت يجيلك مجموع معين ربنا كاتبه لك. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طب أنت بتقول لي ادعي؟ يعني شفت لك فيديوهات قبل كده يا عم محمد وأنت بتقول لي ادعي ومش عارف إيه وبتاع. ما أنت عندك القضاء حاجتين: في قضاء نافذ ده مفيش تغيير فيه، في قضاء معلق. فالقضاء المعلق ده بالدعاوي، مثلا زي الأجل. الأجل كان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن هو صلة الرحم بتمد في الأجل يعني، تمام؟ فده من قضاء الايه المعلق. فانت ادعي، انت مثلا النتيجه النهارده، النتيجه بكره، النتيجه بعده، لحد يوم النتيجه افضل ادعي. افضل ادعي وقرب من ربنا، اعمال خير كتير وان شاء الله ربنا ايه هيجبر بخاطرك، تمام؟ طب هل ما ازعلش؟ لا، انا قلت في فيديو قبل كده: ازعل. طب ما أنا زعلان يبقى انا مش راضي بقضاء ربنا؟ لا. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عام الحزن، كان لما مات السيده خديجه ومات عمه ابو طالب، كان زعلان. وهل هو كان زعلان ما كانش راضي قضاء ربنا؟ لا، انت تزعل. تزعل مثلا انت كان عندك هدف، كان عندك حاجه مثلا اهلك نفسك تفرحهم وحاجات من دي كنت انت عايز تعملها وما حصلتش، فازعل ماشي. بس انت راضي بقضاء ربنا. اي حد بيزعل عادي يعني، ما فيش حد ما بيزعلش، بس انت تبقى راضي بقضاء ربنا وعارف ان انت خلاص الحمد لله على اللي حصل ده، وخلاص حلم وراح ونشوف حاجه غيرها. ده لو يعني حلمك ما اتحققش، حلمك اتحقق قول الحمد لله. بعدين انت ما انتش عارف الخير فين يعني، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، تمام؟ طب استقبل النتيجة ازاي؟ والله بص، تستقبل النتيجة ازاي، انا يعني انا في يوم نتيجتي انا طبعا كنت في الشغل اصلا، فالمهم يعني اللي حصل بقى وبتاع وكده، يعني دخلت واحد صاحبي بعت لي لينك موقع ادخل عليه اجيب منه نتيجة يعني. فالمهم دخلت اجيب النتيجة. الموقع من كتر ما الناس بتدخل عليه، ناس كتير طبعا، انت في بيوت بيبقى اصلا في مثلا كل طالب بيبقى في مثلا تلات اربع تلاف بيدخلوا ولا حاجة، اخوه واخته وابوه وامه والكلام ده، فتلاقي ايه ليلة بتدخل على الموقع، فناس كتير بتدخل على الموقع هجوم، بسم الله ما شاء الله يعني. فالموقع وقف. فالمهم صاحبي جه بعت لي ايه بلينك موقع تاني يعني. فالمهم دخلت كتبت البيانات ودخلت بس جبت النتيجة. طبعا انا ايه، انا كنت في الشغل، اللي هو انا خايف طبعا، انا كنت حاسس ان انا مش هجيب الرقم ده يعني، مع ان انا مش اعلى من كده، بس كنت حاسس ان مش هجيب يعني، كنت خايف يعني، لان انا ما براجعش، فمش عارف انا اعمل ايه. بس
فكنت سايبها على ربنا يعني. فالمهم دخلت شُفت لقيت 614. طبعًا أنا بافكّر إيه، أنا بصيت ما سِبت ال600 خالص وبصيت على ال14، فأنا قُلت أدام 14 يبقى أنا إيه، جايب مجموع قليل يعني. فالمهم طبعًا نسيت المجموع كلّه من كام في اللحظة دي. كلمت بقى صاحبي اللي هو بعت لي اللينك ده وقال لي إيه المجموع 650. فقال سألني أنت جايب كام؟ قلت له البتاع ده هو راح جابها لي قبل ما أنا أدخل يعني أحسبها. راح قال لي أنت جايب إيه 94 و46. طبعًا دخلت بقى أنا أشوف بنفسي فلقيت فعلًا إن أنا جايب 94 و46. طبعًا بقى إيه، طبعًا أنا سجدت أنا قُلت الحمد لله طبعًا على كل حال، مع إن هو مش كان هدفي، بس قُلت الحمد لله طبعًا لإن أنا عارف إن ده الخير اللي ربنا حاطّه لي. طبعًا سجدت سجدة شكر في مكان الشغل وأنا واقف. آآ طبعًا أنا إيه يعني من المواقف الطريفة إن أنا في اليوم ده كنت بامشي في الشغل. أنا شغال في كافيه يعني. فكنت بامشي في الشغل. الناس أصلًا شايفينّي أنا عارف أنت الشيف براك اللي هو التركي ده، اللي هو عامل كده على طول ده، تلاقيه دايمًا فاتح بُقّه كده في الكاميرا وما بيبصش. هو أنا عامل كده، أنا مش عارف أنا ما بابصش في الشغل بس عامل كده. الناس مش عارفين أنا باضحك على إيه، هو أنا باضحك وخلاص بس مش عارفين أنا باضحك على إيه يعني. بس فيعني كان يوم الحمد لله يوم حلو إن شاء الله يعني تعيشوه كلكم بإذن الله. فأنت تستقبل النتيجة إزاي؟ جهّز نفسك. أنت مثلًا قاعد في البيت النهارده مثلًا في يوم النتيجة. جهّز نفسك كده النهارده مثلًا إيه، هتدعي الصبح وبتاع وتفضل تدعي لحد ما النتيجة تظهر. وقبل ما النتيجة تظهر وأنت داخل على الموقع كده اتوضّى وجهّز مصليتك. تمام يا عم؟ أول ما تشوف نتيجتك أيًا كانت هي إيه، لا قدّر الله حلوة ولا قدّر الله وحشة، الاتنين قضاء ربنا وإحنا بنؤمن بيه. اتفقنا على كده طبعًا يعني. ما تجيش تقول لي بقى أنا مش هاؤمن بقدر ربنا والعياذ بالله. تمام؟ فأنت اؤمن بقدر ربنا. هتعمل إيه؟ تروح جاي ساجد سجدة شكر ومصلّي ركعتين شكر بقى لله. يعني تمام؟ وبعد كده تقول الحمد لله يعني وتحمد ربنا. ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. فاحمد ربنا على المجموع اللي ربنا كتبه لك. واعرف ان والله 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 لو في حد من الدنيا عمره ما فيش بني ادم على وجه الارض يقدر يختار لك اقدار احسن ليك من ربنا. تمام؟ هو ربنا يعني انت لو عرضت عليك الاقدار كده هتختار القدر اللي ربنا اختاره لك. تمام؟ فانت ما تعرفش القدر والخير بتاعك فين. انت بس كل اللي عليك سلم امرك لله واعمل اللي عليك. وقال ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. ربنا ما قالش ثم يجزاه الجزاء الاوفى في الثانويه في المجموع والكلام ده. ما قالش كده. هو قال ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فين؟ الله اعلم. بس انت جزاءك هتاخده. تمام؟ ربنا ما بيضيعش تعب حد. ربنا بيقول في سوره ال عمران فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فربنا ما بيضيعش تعب حد. تعبك هتاخده في الثانوية يمكن، مش في الثانوية برضه يمكن، بس برضه انت سواء دخلت الكلية اللي انت نفسك فيها او جبت المجموع اللي انت نفسك فيه هتاخد حصيلة تعبك. وهتفرح بمجهودك اللي انت بذلته طول السنة في الموقف ده في النتيجة دي. طب ما فرحتش بيه هيجي يوم تاني هتفرح بيه في النتيجة ديت. وبإذن الله هتكون انت حاسس فعلا وهتتأكد فعلا ان قضاء ربنا فعلا كان خير ليك. بس كده. ما انا كنت اشتغلت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي. ما تنسوش اهلنا في غزة وتدعوا لي معاكم بالمرة وانتوا بتدعوا في نتيجة الثانوية. وبالمرة الاوائل اللي هم اتفرجوا على الفيديو دول يعني تواضعوا واكتب لي في الكومنتات ان انت طلعت الاول او الثاني او الثالث يعني والشيخ الازهر رن عليك ولا لا او وزير التربية والتعليم رن عليك ولا لا يعني. تمام؟ بس كده يعني. واكتبوا بقى احلامكم بقى والكلام من ده في الكومنتات بالمره وان شاء الله تيجي من النتيجه تقولوا خلاص قد جعلها ربي حقا فعلا يعني. بس ادعوا وكثفوا الدعاء في الوقت ده. تمام؟ بس كده. ما نخش عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.